السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم حلوى أو دوازتي 4 ديال الأشكال من عجينة وحدة. كل وحدة والمذاق ديالها كيجي مختلف على الأخرى. غنحضروا منها هاد الحلوى اللي غادي نديروها بمذاق القهوة وريش بوند اللي كتجي هشيشة، والحلوى ديال الوقيدة من الحلويات ديال زمان، والحلوى المشوكه. فبقاو معنا الاخير الى عجبتكم الوصفه، وما تنساوش اللايك الفيديو، اشتركوا في القناه اذا كنتوا كتزوروها لاول مره، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وفرجه ممتعه لكم جميعا. على بركه الله، عندي قبيصه ديال الملحه، 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه لي استعملت ديال البواطه، وانتم استعملوا الزبده اللي متوفره عندكم. كاسونس ديال السكر سنيده. بالنسبه لهاد الحلاوه راه كتجي هي هذيك، ما كتجيش زايده وما كتجيش ناقصه، لان الكميه ديال العجينه راه عندنا تبارك الله كثيره. عندي كيسين من الفاني، الا توفرات عندكم روح الناطا ضيفوها اولا روح البسكوي، انا سالاو ليا اكتفيت غير بالفاني. كنخدموا الزبده مع السكر. نعرفوا الزبده ديال البواطه راه كتكون ساهله اننا نخدموها، وانتم اي نوع ديال الزبده توفرات عندكم ممكن تستعملوها. صافي كنخدمهم حتى نتحصلوا على كريمه. ما نحتاجوش للطراب. هنا غادي نضيف 4 ديال البيضات، احتفظت بالقليل من الابيض للتزيين، يعني 4 البيضات. نحيدوا واحد البيضه، نحيدوا منها غير شويه لان عندنا غير كميه قليله ديال الحلوى اللي نحتاجوا ليها البياض ديال البيض. هاد العجينه الا بغيتوا ديروا منها غير شكل واحد ويكون كتير، تبغيو مثلا تبصيل كبير، فممكن انكم تحضروا شكل واحد من هاد الاشكال اللي حضرت، كيف يمكن لكم تحضروا حتى اكثر. صافي من بعد ما خدمنا الزبده مع السكر مزيان، هنا كنضيف كاسونس ديال زيت المائده. كيف شفتوا معنا عندنا كاسونس ديال السكر سنيده وكاسونس ديال الزيت. الا بغيتوا ديروا غير نصف الكميه غديروا غير كاس الا ربع كاس الا ربع. هنا عندي نصف كاس ديال الكوك. من الاحسن يكون هذاك الرقيق، كيكون ميدم، كيعطي واحد المذاق زوين، وإلا ما توفرش ممكن تستغناو عليه. هنا غادي نضيف كميه ديال الدقيق اللي هي يعني كيلو بالضبط ديال الدقيق. بعض المرات كتبقى ليا منه معلقه كبيره اولا معلقه ونص، المهم حطوا كيلو ديال الدقيق. هنا عندي كيس ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام وملعقه صغيره، يعني كيس كنديروه كامل ديال 8 غرام، والكيس الثاني كناخذوه ملعقه صغيره. صافي وكنحاولوا ندخلوا الدقيق غير شويه بشويه. كيف سبق وقلت العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه، ضروري انها تبقى لينا يعني نضغطوا عليها ما تشققش لنا من الجوانب. فكيلو ديال الدقيق بعض المرات ما كندخلوش كامل، كتبقى لينا منه كيف قلت ملعقه كبيره حتى الملعقه ونصف. هاد المره راه دا ليا ملعقه كيلو بالضبط، يعني كيدير لي بعض المرات كيلو. صافي وكندخل ولو تبان لكم راها مازال راها يعني نتوما كتخدموها راها كتشرب، غير كتبداو تجمعوها راها كتشرب. وها نتوما كتشوفوا العجينه من بعد ما عجنتها، يعني ملي كنشكلها نضغط عليها ما تشققش ليا من الجوانب، يعني واحد العجينه اللي كتكون ساهله في التشكيل. بالنسبه لكم ممكن تحضروا اي نوع ديال الاشكال، اي نوع ديال الشكل ديال الحلوى ديال دوازتي اللي تعجبكم. ممكن ديروا منها حتى 4 ديال الاشكال اولا غير شكل واحد جوج اشكال، يعني اللي يعجبكم، والنكهات كتبقى على حسب الاختيار. هنا غادي ناخذ 4 ديال، غادي نقسم العجينه على 4 لانني غادي ندير منها 4 ديال الاشكال. الشكل الاول وهو محبوبه الجماهير وهي ريش بوند، اللي كتجي رائعه، كتشرب داك المربى اللي غنديروا فيها وكتجي هشيشه. هاد العجينه هذه صراحه يعني ناجحه. الا بغيتو تصاوبوا مثلا غير ريش بوند بوحدها راه يعني غادي تعجبكم. صافي كنبقى مستمره كنكورها كما شفتوا حتى كنكمل لاطه كامله اللي عندي. وهنايا غادي ندوز للشكل الثاني، وهنا ضفت ليه القهوه. بالنسبه للنكهات فكيبقى اختياري، ممكن تضيفوا قهوه، قشور البرتقال، قشور الحامض، ممكن ديروا الحبيبات ديال الشوكولاته فيرميسيل، يعني النكهه اللي تبغيو ممكن ديروها في هذا، يعني في هذه الشكيله ديال الحلوى. ممكن ديروا وحده منهم فيها الكاكاو، يعني اللي بغيتو. بالنسبه لهذا الشكل اللي درت ليه القهوه هي اللي غادي نديروها بشكل طويل، وغادي نغطسوها في الشكلاط. صراحه تيجي المذاق ديالها زوين، ومع الحلوه اصلا هاد الحلوه كتجي هشيشه، يعني كتجي واحد القرمشه فيها خطيره. كنقطعها بهذا الشكل، يعني نخليوها غليظه واحد شويه وهي مازال غتنفخ مع
مع ان فيها الخميره في الفران راه مازال غادا تنفخ. حنا بغيناها تجي شويه غليظه، ما بغيناهاش تجي رقيقه. صافي كنحاول بهذا الشكل كما كتشوفوا، ونحاول انني نقطعهم الاصابع اللي يكونوا متساويين، يعني كم ميزانكم ولا عبروا. صافي كنقاد لي هذوك الجوانب صافي ونستفهم في اللاطه. وهذا هو الكميه اللي عطاتني، يعني درت منها لاطه وحده. وهنايا لاطه ديال ريشبوند حتى هي. الفران عندي مسخن على درجه حراره عاليه، ننزلها لدرجه حراره متوسطه وندخل اللاطات ونكمل التوجد. هنا الشكل الثاني انا خليته غير هكذاك، ما ضفت ليه والو. كنخرجو بالبوق. عندي هذا البوق هذا اللي كيكون مسطح من واحد الجهه ومشنف من الفوق. كنخرجها، يعني اي نوع، يعني اي بوق عندكم ممكن تخرجوها بشكل طويل ولا بشكل ورده. الا درتو ورده في الوسط ديروا فواكه معسله. صافي وتا هذه درت منها لاطه كما كتشوفوا. وهنا غادي ندوز للشكل الرابع. غادي ندوزها في الابيض البيض. هذا الابيض البيض عندي، يعني عندي موجود. ممكن تحيدوا نتوما 2 معالق كبار من البيض اللي درتو في الحلوه. وهنايا عندي كاوكاو مهرمش، يعني كاوكاو ما يكونش محمر، وهرمشوه بالقشره ديالو. هنا هرمشته وغربلته باش نحيد منه داك اللي تيكون مطحون بزاف، وخليت غير هذاك المهرمش. هذه كتكون فيها واحد تقرميشه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم. نتمنى فيها انكم تجربوها. صافي كنحطها بهذا الشكل كما كتشوفوا. صافي وتا هي ندخلها الفران طيب من التحت، من الوجه هو الاول، عاد نطيبوها من التحت. وهانتوما كتشوفوا ريشبوند اللون اللي خدات. هنايا وجدت الكونفيتي ان شاء الله غادي تلقاوه في صندوق الوصف، يعني هذا راه تحضير منزلي مصوبه في الدار. خديت هذاك المربى اللي انا مصوبه وعاود طحنته، زدت عليه شويه ديال الماء وشويه ديال السكر ودرتو يغلى فوق العافيه. صافي دوزت فيه الحلوه ومن بعد دوزتها في الكوك عادي. وهنايا خديت الشكل اللي درت فيه القهوه، وهنا دوبت الشكلاط في حمام مائي. وهنا غادي نغطس هاد الحلوه هذه كما كتشوفوا، نحيدوا منها الفائض. من بعد ما هي راه دغيا كيجمد الشكلاط، بما ان الحال بارد كندوز عليها خطيطات ديال الشكلاط الابيض، اولا ديروا عليها غير شويه د اللوز ولا شويه د الكوك اللي بغيتو. وهنا هاد الحلوه اللي خرجنا بالبوق غطسنا غير واحد الجهه فقط اللي درناها في الشكلاط. وهذا الشكل الاول اللي حضرنا مشوكه ديال الكاوكاو، هذه ديال الشوكولاط والقهوه كتجي صراحه زوينه بزاف. وهذه ريش بوند اللي كتجي هشيشه كتشرب داك الكونفيتير، صراحه كتجي رائعه. وهذه حلوه الوقيده المعروفه، كنت صراحه غندير فيها قشور الليمون. ما بقيتش درتهم، قالت لي بنتي خليها غير هكذاك، فما درت فيها والو، خليتها كيف ما هي. 4 ديال الشكيلات، تبارك الله عطاتنا الخير والبركه. يعني ماشي غير هادشي اللي كاين، يعني راه مازال، يعني مازال باقي منها، يعني هادشي اللي درنا غير في التبصيل. هانتوما كي كتجي الحلوه شيشه والمذاق د القهوه كيجي. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.